مرحبا يا حبايب القلب، كيفكن؟ اليوم رح نحكي عن تصريحات النجم عمر السومة اللي أدلى فيها مع الأستاذ الإعلامي أيمن جادة على قنواته ومنصاته الرسمية على اليوتيوب والإنستغرام. لا شك أنه أنا مع النجم عمر السومة بهي التصريحات بنسبة 90%، بس بخالفه بنسبة 10% بخصوص اللاعبين المغتربين، إنه رأيه باللاعبين المغتربين. رح نبلش بالتصريحات بموضوع إدارة المنتخب وإدارة اتحاد كرة القدم بشكل عام بسوء التعامل اللي تعاملوه معه، خصوصا بموضوع انه عدم اخباره بانه هو خارج حسابات الكابتن هيكتور كوبر. كمان عرج على موضوع منصب مدير منتخب سوريا انه هو شخصية غير رياضية، انه لا يصلح لان يكون بمنصب مثل هذا المنصب، يعني منصب مدير منتخب لازم يكون برأيي أنا لاعب ونجم ذو كاريزما وشخصية كتير كبيرة. بنجي لتصريحاته بشأن أنه مو هي أول مرة اللي بتصير فيها المشاكل داخل المنتخب، أنه هي الموضوع هذه الصراعات باتحاد كرة قدم أو بملف كرة القدم بسوريا مو جديد، هو كتير قديم. يعني إسا أنه في كتير خفايا وخبايا ما بيعرفها إسا الجمهور السوري، مثل موضوع مثلا الخلاف على شارة الكابتن بال 2019. قال هذا موضوع هو ابتكره اتحاد كرة القدم السابق، كان برئاسة فادي دباس. بس أنا في موضوع بخالف عمر السومة فيه، هو موضوع رأيه باللاعبين المغتربين، إن هن اللاعبين جايين ليتسوقوا أو إنه هن بيركضوا ورا دعوة المنتخب كرمال يحصلوا على عقود بالدوريات الخليجية. وهيك في لاعب انه قال انه من اللاعبين اللي تواجدوا باخر مرة بمباراة اليابان وكوريا الشمالية، انه هم جايين بس لياخذوا عقود وخلص، ما عاد يرجعوا على منتخب سوريا. انه في منهم حكى او قال له لعمر السومة انه انت ليش جاي على المنتخب؟ انت عم تلعب باعرق الدوريات والدوري القطري. بس انا برايي انه اللاعبين المغتربين مثل بابلو صباغ، هذا المركز ما في ولا لاعب بامكانيات بابلو صباغ. وايضا خليل الياس لاعب ارتكاز، نحن بنفتقد بمنتخب سوريا بهذا المركز لاعب، يعني لاعب مهم. وعندنا ايهم هوسو بمركز دفاع، ما في داعي نحكي عن الكوارث اللي نحن بنعانيها بمركز خط الدفاع. بالنهاية أنا بدي أقول لعمر السومة أنت رح تبقى بعيوننا وبعيون الجمهور السوري اسم ونجم كبير كتير، بغض النظر عن سوء المعاملة اللي تعرضت لها من قبل اتحاد كرة القدم. كل التوفيق لمنتخبنا منتخب سوريا بمشاركته بنهائيات كاسيا، بس أنا برأيي الوضع لا يطمئن بصراحة. يعني تصريحات من مدير المنتخب، تصريحات من عمر السومة، كل مرة قبل أي بطولة نحن بنوعى بهذا الموضوع اللي هو المشاكل، وكل العالم بتطلع بتحكي انه في صراعات وما صراعات وما بعرف شو. كلنا بنتمنى نحن تتأجل هاي المواضيع. شكرا لكم اصدقائي، وما فينا نقول الله يهدي النفوس، وان شاء الله موفقين منتخب سوريا. بنشوفكم بفيديوهات تانية. شكرا كتير لكم.